السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض النوتيلا الأصلية اللي بنشتريها من بره بالظبط. بما إننا طبعا ما بنشتريش نوتيلا دلوقتي، هنعملها في البيت. اقتصادية جدا جدا جدا، موفرة قوي 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 عن الجاهزة، بطعم وريحة وقوام زي ما انتم شايفين كده. انا مش محتاجة اتكلم، الصورة مبينة ولمعة وقوام. طعمها حاجة طعمها اللي هي كريمة الشوكولاتة بالبندق. الطعم طعم بندق بمكون واحد بس هنضيفه على النوتيلا، هيخلي طعمها زي الجاهزة بنسبة 100%. نسبة 100% النوتيلا الأصلية. واللون، كل حاجة هنقول عليها في الفيديو النهاردة هتطلع معاكم النوتيلا عظمة على عظمة. زي ما انتم شايفين كده، انا مش محتاجة اتكلم، الشكل بيتكلم عن نفسه، والطعم بقى والريحة حاجة كده. الكمية دي خلصت في يوم واحد. جربوها ومستنية رأيكم فيها. يلا بينا نبدأ في الطريقة بتاعتنا على طول. بسم الله، هنبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة انا معايا ربع كوباية من الحليب. ربع كوباية من الحليب. خلاص، هضيف ربع كوباية الحليب او اللبن، وهضيف عليها ربع كوباية من السكر. حابة تضعفي المقدار مفيش اي مشكلة. ربع كوباية من الحليب وربع كوباية من السكر. حلو قوي لحد كده، ربع كوباية بس. تمام، السكر بتاعها كان مظبوط بالظبط. وبعدين معايا بقى كيس نسكافيه بطعم البندق. كيس نسكافيه بطعم البندق هضيفه. ومعايا بقى هنا الاسانس او الاساس بتاع الوصفة، هو ريحة البندق. بتتجاب من عند اي عطار اللي هي طعم البندق. خلاص، هبدأ ان انا اضيف منها معلقة كبيرة، وابدأ ان انا ندوب الحاجات دي كويس جدا مع بعض كده على البارد قبل ما ارفعها على النار. ربع كوباية لبن، ربع كوباية سكر، كيس نسكافيه بطعم البندق، معلقة كبيرة من طعم البندق او ريحة البندق. اقلبهم كويس جدا مع بعض على البارد وبعدين ارفعهم على النار. اول ما كل حاجة تدوب كده مع بعض، هبدأ انزل عليهم ب3 مكعبات من الشوكولاتة الخام. اي نوع شوكولاتة، اللي هي شوكولاتة المطبخ اللي انا مستخدماها دي. 3 مكعبات بس. اول ما الخليط اللي احنا ضفناهم على بعض دول يدوبوا على النار، اللي هو الحليب والسكر والنسكافيه يدوبوا على النار، هبدأ ان انا اضيف عليهم الشوكولاتة المبشورة. ال3 مكعبات هيعملوا معايا نص كوباية من الشوكولاتة. اول ما دول يدوبوا هبدأ ان انا اضيف الشوكولاتة وادوبها كويس جدا جدا لحد ما تبقى معايا بالقوام ده كده. خلاص، لحد كده الدنيا زي الفل. اسيب الخليط ده يبرد. خلاص، في شفشق الخلاط بقى نركز قوي قوي مع بعض. اول حاجة انا معايا نص كوباية او 3 معالق كبار من الكاكاو المحلى، اللي هو الكاكاو بتاع الشرب اللي هو فاتح شوية، مش الكاكاو الخام. ومعايا نص كوباية من الحليب البودرة. نص كوباية من الكاكاو الخام، نص كوباية من الحليب البودرة اللي هما كيسين، اللي هو اللبن النيدو. نص كوباية، الكيسين بيعملوا معايا نص كوباية. خلاص، وموحدة الكوباية. وبعدين معايا نص كوباية من الحليب. انا ضفت ربع كوباية دلوقتي، وبعدين احتجت ان انا اضيف ربع تاني، فانتوا عايروها نص كوباية. خلاص، لان القوام حسيته تقيل قوي فضفت ربع كمان، فيبقى نص كوباية من الحليب وشوية كمان كده من ريحة البندق. كتروا منها عشان هي دي اللي هتديكوا الاسانس والطعم بتاع النوتيلا الجاهزة. الخليط بقى دافي شوية، هبدأ ان انا اضيفه على كل المكونات اللي احنا ضفناها في الخلاط دي. حلو قوي. عندك بقى كيس فانيليا حطيه، هيعمل برضو ريحة جميلة جدا. خلاص، انا ضفت حوالي نص معلقة برضو كبيرة في الخلاط من اسانس البندق. ومعايا هنا كوباية الا ربع من الزيت. كوباية الا ربع من الزيت، ويا ريت يا ريت يا ريت يكون الزيت ريحته حلوة ونضيف، علشان ما يغيرليش طعم النوتيلا. الزيت يكون نظيف. هبدأ ان انا اضربهم كويس جدا مع بعض في الخلاط، وابدأ ان انا اضيف الزيت سرسوب سرسوب، والنوتيلا بتنضرب عشان يديني قوام تقيل.
يبقى كوبايه الا ربع من الزيت بضيفها على الخليط ده وهو بينضرب في قلب الخلاط سرسوب بسرسوب كده لحد ما يديني القوام ده. لو القوام ده طلع اتقل من كده نزود له معلقه من الحليب. خلاص. لو طلع اخف من كده بنزود معلقه من الزيت. اتفقنا؟ حابه ان انت تخلي الكوبايه الا ربع من الزيت ديت نص كوبايه زيت على ربع كوبايه زبده مفيش اي مشكله. حابه تخلي المقدار كله زيت زي ما انا عملت مفيش اي مشكله برضو. شايفين القوام؟ لانها لما بتتحط في التلاجة بتتماسك شويه، فانا هحطها في التلاجة لحد ما تبقى معايا بالقوام ده كده. النوتيلا بتاعتي ما بتجمدش، النوتيلا بتاعتي محتفظه بالقوام بتاعها اللي انتوا شايفينه ده لحد ما خلصت وهي محطوطة في التلاجة وبنفس القوام ده، ولا تقلت عن كده ولا خفت عن كده. هو ده القوام المظبوط واللون المظبوط بتاع النوتيلا الجاهزة. والله يا جماعة طعم وريحة وقوام حاجة في منتهى الجمال. جربوها بنفسكم ومتأكدة انها تعجبكم. المطة، النعومة، شايفين ناعمة ازاي، اللمعة، كل حاجة فيها طعمها جميل. بتتوزع معانا على التوست او العيش بمنتهى البساطة. تعمليها للسندوتشات حاجة كده طعمها وهم. دي الوصفة الوحيدة اللي انتوا هتجربوها وهتطلع نفس طعم النوتيلا الأصلية، نفس الطعم، بل أحلى وأطعم 100 مرة. حلوة قوي قوي يا جماعة. أنا بجد انبهرت من النتيجة وهجربها مرة واتنين وتلاتة. طعمها حلو قوي قوي. جربوها ومتأكدة ان انتوا هتعتمدوا الوصفة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وبرضو هجيب لكم عيش ونفردها مع بعض عشان تشوفوا قد ايه ناعمة وبتتفرد معانا على العيش بمنتهى البساطة. شايفين القوام يا جماعة؟ كريم شانتيه مش نوتيلا. حلوة قوي قوي ما شاء الله عليها بجد. جربوها ومستنية رأيكم فيها. واقتصادية جدا جدا، يعني مكلفتناش اي حاجة. شايفين؟ وما شاء الله عامله كميه حلوه قوي. ولو عايزين تضاعفوا المقدار مفيش اي مشكله. شايفين بقى بتتوزع معايا ازاي؟ وشايفين شكلها؟ نوتيلا بقى دي ولا مش نوتيلا؟ احلى من النوتيلا 100 مره. النوتيلا اسعارها عليت قوي 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 واحنا كمان ما بنشتريهاش. فاحنا هنعمل حاجتنا في بيتنا بنظافه وبطعم وبقوام وبريحه وبشكل وبكل حاجه جميله. انا عايزه اقعد فيديو كامل كده اتغزل في النوتيلا. جربوها ومستنيه رايكم فيها. السلام عليكم.